بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحبه أجمعين. هذه رسالة إلى الشباب الجزائري والشابات الجزائريات. إنما يمر به إخوتنا في غزة، وإنما تمر به فلسطين من حرب قاسية وقاتلة وحصار وتجويع وإبادات جماعية للعائلات، هو مقدر على كل بلد وعلى كل شعب وعلى كل وطن. فالجزائر من قبل مرت على حرب من الاستعمار الفرنسي لمدة قرن و32 عاما، ذاقت على إثرها كل الويلات: الحصار، التجويع، التقتيل، ومرت أيضا بالعشرية السوداء، ومرت بالعديد من الأزمات والمشكلات. إنما يحتاجه اليوم إخواننا في غزة هو الشعور بما يمرون به، هو الإحساس بما يمرون به. إنما يحتاجه اليوم إخواننا في غزة هو التضامن، هو إرسال المساعدات. أيها الشباب الجزائري، أيتها الشابات الجزائريات، بدل اتباع بما يسمون أنفسهم بالمؤثرين التافهين والمؤثرات التافهات والراقصات، لماذا لا تقومون بوضع القضية الفلسطينية نصب أعينكم وتضعونها في قلوبكم، بدل أن تقومون بالتكبيس لمن ينشر الفساد الأخلاقي في البلاد؟ لماذا لا ترسلون تلك الأموال إلى غزة؟ لماذا لا تقومون بإرسال المساعدات إلى فلسطين؟ أطفال غزة هم أحق بتلك الأموال التي تقومون بإرسالها لمن لا يستحق. إخوانكم اليوم يحتاجونكم أكثر ممن مضى. عفوا، يحتاجونكم أكثر من وقت مما مر من الوقت. يحتاجونكم اليوم أكثر من أي شيء. خذلهم إخوانهم العرب، خذلهم جيرانهم، خذلتهم مصر، وخذلتهم الإمارات، وخذلتهم السعودية. فلا تقوموا أنتم بخذلانهم. والله إنكم سوف تحاسبون يوم القيامة على كل دمعة نزلت من فلسطيني واحد، وسوف تسألون يوم القيامة عن كل طفل جاع في بطنه، وسوف تسألون يوم القيامة عن ماذا فعلتم لمساعدة إخوانكم في غزة. والله العظيم إنكم سوف تسألون. وكما قلت في أول الفيديو، إن هذه الحرب مقدرة على كل شعب وعلى كل وطن وعلى كل بلد، لأنها فتنة. انصروا إخوتكم في فلسطين بادخار الأموال وإرسالها إليهم كمساعدات. صحيح أن الجزائر اليوم تبذل كل الجهود العسكرية وكل شيء، لكن الجزائر اليوم تحتاجكم لكي تساعدوا إخوانكم في غزة. والله إن نصرتم إخوانكم في فلسطين فإن الله سوف يحفظ الجزائر حفظا لا يمسها سوء. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم اخذل من خذلهم. اللهم اخذل من خذلهم.
اللهم أحي قلوبنا فإنها قد ماتت. اللهم اهد شبابنا وشاباتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.